دفقة روحانية وحركة دؤوب لأكثر من 2,300,000 حاج يعيشون 5 أيام على الأقل بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. الغاية واحدة والوسائل لا سيما وسائل النقل مختلفة، وقد بات متداولا أن المشاة قد يسبقون ركاب السيارات أحيانا بسبب ازدحام الطرق. 2 أو 3 ساعات على أقصى تقدير، كنا نديرو بالمشي على رجلينا بين منى وعرفة. لعل قلة قليلة جدا من الحجاج سمعوا عن مشروع قطار المشاعر. صحيح أن العمل فيه لم يبدأ إلا قبل 8 أشهر، لكن حجاج الموسم المقبل قد يستقلون. الأمر ما زي زمان، يعني سنة 2005 ما زي 2006، 2008 وما زي 2008، 2009 ما زيهم كلهم. هسه كنت اتكلم على الوقت في الطريق يعني. وهذا القطار سيساعد على تخفيف الضغط على شبكة الطرق، من جانب آخر يقلل الرحلة، مسافة الرحلة تصير 5 دقائق من عرفات إلى مزدلفة، و5 دقائق من مزدلفة إلى منى أو أقل. لكن في مرحلة قادمة يمكن يربط بالحرم. في المرحلة الحالية هذه ما ربطنا بالحرم، لأنه الحرم ما زال مزدحم في المنطقة الجنوبية، ويمكن بطريقة أو أخرى يتم في السنوات القادمة ربطه بالحرم. استنادا إلى المسؤول الأول عن المشروع، فإن قطار المشاعر سينقل في مرحلة أولى العام المقبل أكثر من 20,000 حاج كل ساعة، وعند اكتمال العمل بعد عامين يرتفع العدد إلى 70,000. منى ومزدلفة وعرفة، هذا ما يقصد بالمشاعر المقدسة، فيها أهم محطات الحج، وإليها يتدفق سنويا نحو 3 ملايين حاج. أمواج بشرية ترى السلطات السعودية أن تنقلاتها تتطلب إجراءات جديدة. تولدت فكرة المشروع قبل أشهر بعد أن أعطى التجديد ثمارا محمودة على مستوى الحد من التدافع عند رمي الجمرات، لكن مشروع قطار المشاعر هذا أثار زوبعة في وسائل الإعلام والرأي العام السعوديين، لأن طرفه الثاني شركة صينية. هدأ الغبار أخيرا لأن 900 من عمال الشركة أسلموا وزال الحرج، ولعل بعض من هؤلاء الإخوة الجدد كان بين الحجاج هذه السنة. بيبول مهدي، الجزيرة، المشاعر المقدسة.